اخواتي وحبايبي في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم اخوكم ابو بطة. النهاردة باذن الله هنتكلم عن نهر الاهرامات وحكايته. نهر الاهرامات مش نهر النيل، لا يا سيدي، هو اسمه نهر الاهرامات. بس قبل ما نخش في الموضوع يا ريت ما تنساش تشترك في القناة وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. يلا بينا ندخل في الموضوع. طبعا سمعنا كلنا عن الاكتشاف الجديد. طيب ايه الاكتشاف وايه اللي حصل وايه نهر الاهرامات ده يا ابو بطة؟ بص يا سيدي البلد والناس، تم اكتشاف احد فروع نهر النيل القديمة على يد مجموعة من الباحثين. قبل ما اقول لك حدوتة نهر الاهرامات دي، عايز افهمك عقلية المصري القديم وحياته. بص يا عم الدنيا معايا، كان في فروع كتيرة جدا لنهر النيل في مصر القديمة، والفرع المكتشف ده كان بيمر على أكتر من 30 هرم وموقع أثري في الجيزة ودهشور وغيرها. نهر النيل الموجود حاليا ده جزء صغير من النيل. وقتها المصري القديم كان عنده فروع نيل طبيعية وفروع نيل صناعية والله صناعية، هو اللي بيعملها وبيوصلها بالمواقع الأثرية والمعابد والمحاجر. النيل كان عنده أساس الحياة، منه بيصطاد الأسماك ويزرع منه ويشرب طبعا منه، فكان وسيلة تنقل ونقل الأحجار لبناء الأهرامات والمعابد وغيره. المصري القديم استغل النيل بذكاء غير باقي الحضارات اللي عاشت على النيل وخلاص. هو بقى عمل له فروع صناعية واستخدمه بذكاء. الفرع المكتشف ده فرع نيل طبيعي مش صناعي، ولسه هنكتشف فروع نيل فوق ما تتخيل. الفرع ده أمام معبد الوادي للهرم. معبد الوادي ده بيوصل للمعبد الجنائزي للملك، ثم للهرم، ثم لغرفة دفن الملك. والدليل على كلامنا ده بئر أوزوريس اللي موجود عند هرم خوفو، مليان مية، اللي اكتشفه العالم المصري سليم حسن، ولقوا فيه مية مش جافة، وفي آثار لمياه جوفية تحت الأهرامات. يعني أي معبد أو وادي أو أي مكان أثري هتلاقي قدامه فرع للنيل، إما طبيعي أو صناعي. برضو في فروع نيل في الفيوم، عشان الفيوم فيها محاجر كتير كانوا بياخدوا منها الأحجار لبناء المعابد الأثرية. الاكتشاف ده تم بواسطة فريق من الباحثين من جامعة طنطا، بالإضافة إلى فريق من معهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية بالقاهرة، وعدد من خبراء الآثار والمجاري المائية من أمريكا وأستراليا. اكتشفوا فرع من فروع النيل اللي كانت موجودة في مصر القديمة بقرب الهرم. الفرع الجاف ده بيرجع عمره إلى أكتر من 4700 سنة، وهو مدفون أسفل الأراضي الزراعية اللي تمتد غرب نهر النيل. الفرع ده يا سيدي البلد والناس بينتهي عند معبد الوادي للهرم. كان بيمر الفرع ده بجوار الأهرامات الثلاثة والمعابد، ويبلغ طوله 64 كيلو متر، ويتراوح عرضه ما بين 200 إلى 700 متر، ويمر بموازاة النيل. وده أحد الأدلة الجديدة اللي بتأكد إن أجدادنا المصريين القدماء هم اللي بنوا الأهرامات واستخدموا النيل لنقل الأحجار، اللي بنوا بيها أكتر من 30 هرم كان بيمر بجوارهم الفرع القديم ده. كمان خلينا نفتكر قول الله على لسان فرعون: أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي أفلا تبصرون. فالقرآن أخبر إن نهر النيل كان له أفرع كتير كان بيفتخر بيها فرعون. ولو لسه مكمل معانا لنهاية الفيديو، ياريت ما تنساش تشترك معانا في القناة وتفعل زر الجرس وتتابعنا. أشوفكم على خير، مع السلامة.